4. لمعرفة ما إذا كان الزيت المستخدم زيتا مكررا غير صحي، زيت القنوات، ضع نصف فص ثوم في الزيت بعد سكبه في وعاء وانتظر 5 دقائق. إذا تحول الثوم إلى اللون الأخضر فهذا دليل على أنه زيت مكرر. مش نجرب؟ يلا يا باشا، ادي شويه الزيت بتوعنا الجمال اللي احنا عارفين طبعا هم اكيد مش مستحيل ان هم يكونوا مكررين. واخد لي بالك انت؟ فص، انا هحط فصين، ادي فصين، وهنقلب سيكه كده واسيبهم 5 دقايق زي ما الراجل المحترم ده ما قال، ونرجع له. والله حاسس ان هو يطلع زيت عربيات مش زيت اكل كمان. 5 دقايق ونرجع نبص عليه، شوف هيطلع اخضر ولا اسود. دلوقتي يا باشا بعد ما سيبناه 5 دقايق، 5 دقايق ده انا سبته حوالي 10 دقايق كمان. كلام جميل. هو يعني انا مش فاكر الشكل بالظبط، بس هو بقى مصفر على شويه مخضر، فده كده يبقى ايه؟ صابون سائل مش زيت اكل. يعني مش عارف. هو قال لك لو اخضر يبقى زيت مكرر، ده بقى اصفر واخضر، ده يبقى ايه؟ اكيد زيت عربيات، صح؟ اكيد موتور شيل، اكيد زيت موتور شيل ده. مش عارف، ما علينا. بس هي التجربه يعني مش بلح، التجربه كويسه ولو اي حد عايز يعرف الزيت اللي عنده ايه ظروفه، مكرر ولا مش مكرر، نصيحه لوجه الله: تجيب تومه تحطها في قلب الزيت، سيبها من 5 ل10 دقايق، اخضرت يبقى زيت مكرر، اصفرت واخضر زي اللي عندي مش عارف، اسودت يبقى زيت عربيات مش بلح.